العسكري اللي فوق كي يحكم الفليزة جاتو ثقيلة، عاونوه توعنا الزوج منهم طار بوجري وحاضر هنا في العلمة، قال لهم هي ثقيلة بزاف، تكلم لهم الزنان عليه قال له سي البلوك شيروجيكال، عقبوه دكتور زكا ركب في الطيارة روحت فليزة مليانة مطريات، شكون يديرها؟ ما يديرها غير زكار مسعود. والسلام عليكم. كي جا مع الطبة في طيارة نتاع عسكر فرنسوية وهاز فليزة مليانة مطريات، شكون يديرها؟ عبقري عبقري، هذا هو. مسعود زكار، الاسم الثوري رشيد كازا. حين يدون التاريخ أفضال الرجال لا يذكر الرجال إلا الرجال، قد تغيب عنا الأسماء تضمحل الصور، تتشابك الخيوط والدوائر وتصيبنا حالات الهذيان، ببساطة لأننا أردنا ذلك. هي خصال الرجال والجزائر كبيرة بهم، وعطر ذكراها من حناياهم. رشيد كازا عندما كان الجزائري يأكل بالبو ففضل أن تكون بواخرها من سلاح يذود بها الجزائري على نفسه. هو تاريخ الرجل، لا نزايد لا نزايد، هذا ما عرفناه عنه. أما ما لا نعرفه فهو أكبر 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 كبر الثورة الجزائرية. مسعود زكار إنسان حبيبي بزاف، ملي كنا صغار وحنا أحباب صحاب، قرينا مع بعض. وين قريتو؟ قرينا في الشكول هذه هنا نتاع الدار نتاع هذه اللي هنا نتاع اللي مقابله للجامعة مقابل الأمير، قرينا مع بعض حتى قريب للسيزيام وحنا نقراو مع بعض. فترة تاع القراية هذه كيف كانت الحالة الاجتماعية تاعك تاع زكار؟ كيف كانت الحالة؟ فقراء مساكن، فقراء ونروحوا حفاية نقراو، فقراء كبيرة مش صغيرة. ايوا نروحوا مسكين بقى هكذاك، واحد كان فقير بزاف موش غير شوية برك. وكنا ديما نتلموا ثما، وساعات ناكلوا في الشكولة، ناكلوا ثما في لاكونتين مع بعض. خطينا القراية ولينا الامريكان، نبيعوا ونشريو معاه في القش، في الدخان والدنيا تعرف الذر هذيك. ومن بعد خلصنا خلاص هذاك امريكا ولينا نخدموا في الحلوى. من صغرو ديناميك بحال يصدم، وين ما كانش يصدم من بكري.
تتنبونهم تمرمد في الباغ ميديريا ولا ختم على روحو والحمد لله وخذها تاريخه. دوك نقول لك انا التاريخ تاعو راه بالتويره ما عندك. السلام عليكم حاج. كيفك الحال؟ مرحبا بك. لاباس الحال؟ واش راكم بي؟ واش بك؟ كيفك الحال؟ لاباس. خير. لكل مدينة رجالتها، والعلم عندها رجال حافظوا على الذاكرة وحافظوا على تاريخ مدينة كاملة. السعيد بوطالي زايد في 1920. العلمة كانت قرية صغيرة ياسر، كانت سكانها من بعد ولاو 8000 ولكن قبلها ما كانش 4000. وكانوا العلمة كانت فيها المعمرين ياسر، الأراضي الخصبة البلاعة بازر كذا كل كانوا مالكينها المعمرين. والشعب كان فقير، الشعب كان فقير ياسر، ما عندوش خلاص. الشعب كنا ما عندناش، كنا الناس كي تلحق المعيشة راهي قوية، ولكن الناس عندها تضامن ومحبة لبعضهم، هذا يهز هذا، يعني الناس مش مخلية بعضها. الحركة السياسية كانت عندنا أصحاب البيان، يعني نتاع فرحات عباس اللي كنا احنا منهم، وكان عندنا البيبيا، وكان عندنا الميساليس قبل ومن بعد الميساليس مشوا، وكان جمعية العلماء. الحركة نتاع البيان اليدما نتاع فرحات عباس كانت مطبقة مع جمعية العلماء، يعني المام منظر. كان ان 43 في الديباركمون دي زالي جاو الامريكان هنا. كي جاو الامريكان هو كان صغير وكذا وطايشين مع الامريكان باش ينحيوا له الدخان يديروا كذا الى اخره، ويتعلموا الكلمات تاع الامريكانيه. تعلم هو اللغه الامريكانيه، تعلم ياسر من الفكره هذيك، وهذيك الفكره نفعته، ولا من بعد كي يروح يهدر بالكورامون اونجلي. ومن بعد جاء وقت هكذا رحت انا الوهرن. في الثورة. هذه في الثورة بالذات. ما زالت الثورة ما زالت الثورة في ذاك الوقت. رحت سيدي انا للوهرن، بقيت نخدم في الحلوى ثم مع واحد السيد هكذا، هو يجيني ديما عندي، وقاعد عندي ثم قاعد انا وياه مع بعض مدة كبيرة، وانا اكثر من 5 سنين واحنا مع بعض قاعدين مع بعض. اما لا هو يجي الكاميون الحلوى واحنا نرقد ثم ناكلوا ثم نرقد انا وياه ثم، حتى واحد النهار جاو هزوني انا وياه في وهران، داوني انا وياه الكوميسارية بيتين وللصباح. وش المنطقة هذه؟ في المنطقة هذه؟ في وهران بالذات في مدينة جديدة. في ذاك الوقت سيتي نعرف والله مش فيت 53 و 52 هكذاك شويه 52. وكانوا عندنا يحرزوا فينا، كانوا ديما عند ما لو طلقنا واحد السيد الحق هو عشيرنا هذاك، هو اللي طلقنا من الحبس في الليل. قال لهم الخاطين تاعكم يرسلوا كيف تديو فيهم خاطر. قالوا له راه جيلاني حميده راه يجي لعندهم وراه يجيب لي طرقت، وهما ما يعرفوا وهرن، وهما اللي راهم يسلوا في لي طرقت. شكون هو جيلاني يا حميده؟ حميده الجيلاني هم العلماء، هم يعرفوه معروف الكل، مجاهد كبير مش غير سائر. هو كان تاع بيبي وش. ما لا جاو قلنا له احنا ولد بلادنا صح جانا خاطر حرزوه بلي لا صورتي بلي جا ثم ما كذبناش. قلنا له جا صاحب على بالنا واش كاين يجيب والله ما على بالناش. قال سي على بالكم انتم اللي راكم يعطيكم اللي طرقتم، انتم اللي تروحوا تمدوهم للجماعه الكبار. قلت لهم انا ما كانش منها هذه، احنا خدمنا هو قاعد معايا ثم هو تجي السلعه من العلمه تجي ثم مده من الزمان. وليت انا الساعه عندي انا كان يقعد عندي ياكل عندي يرقد عندي كلش عندي في الحانوت هذاك دايرين لا سلطانة الفوق يرقد عندي وقاعد عندي. لمده وقت رحت انا يا اخي جيت انا ومن بعد قلت انا بركاني من وعرنا هذا نروح العلم خير واش نقعد ندير انا هنا. قال لي ما لا غادي نبيع الحانوت، قال لي بيعوا لي انا. بعثوا له المسؤول، قلت له معليش ديه انت خير من واحد داه. جيت انا روحت
جيت أنا روحت هنا مدة كبيرة وسقسيت عليه، قالوا لي مسعود راه خطا وهرنا في المروك. الملاقة نتاعي لو مسعود زكوار يعني ما كانش يعني مبرمجة ولا كانت يعني هكذاك على غرة. أنا كنت في الجبل، جويت عن الصفراء، تبليسيت. في الوقت اللي تبليسيت دخلت الوجدة مروك. مالا دخلت في السبيطار، قعدت شهر في السبيطار تاع وجدة في المغرب. من بعد خرجت من السبيطار، كنت مع واحد من بلي عباس. في ذاك الوقت النظام ثم تاع الجبهة في هذاك الوقت، الجنود كي يدخلوا من الجبل هكذا بليسين ولا حاجة يفرقوهم عند السيفيل، عند الناس الجزائريين اللي قدام اللي يسكنوا في المغرب. من جملة هنايا أنا وكان واحد من بلي عباس وواحد من جهة الصحراء، في 3 جنود جمعونا داونا الدار تاع ولد عم بوتفليقة. ولد عم بوتفليقة هذا يسكن ثم قديم. الدولة ثم نقعد قاعدين ثم عنده في الدار مدة شهر. أي المهم قعدنا ثم واحد النهار أنا قاعد هكذا برا قدام السيد هذا بوتفليقة محمد هذا عنده حانوت. نجي أنا ساعة هكذا العشاء نقعد هكذا توالو، نجي نشوف في الطوموبيل فيه واحد السيد نعرفه أنا، نعرفه مزنان من العلمة. في الطوموبيل دار من ثم هذا حبسته، قلت له ولدي أنت فلان؟ قال لي إيه. في ذاك الوقت كنا ما على بالناش مسعود وراه، احنا هذاك ما على بالناش مسعود وراه. قلت له يا حمو ولدك مسعود مش هذا وراه مسعود؟ قال لي ولدي ما على باليش. قال لي وانت كيفاه وراه؟ قلت له هاي القضيه نتاعي كيفاه راني هربت من لارمي وطلعت للجبل ومن بعد دخلت مبليسي، هاي كيفاه الغزوه نتاعي. قال لي وراك دوكا؟ قلت له عندك بلان. ما قعدش يقول لي في مثل مسعود على بالي بيه ولا ذاك. جا واحد اليومين من بعد جا مسعود ليا ثما. هذه هي يعني الملاقة نتاعي ما بين ومسعود. لقينا من ثم من بعد ديك الساعة أنا رحنا هو بذاك الوقت كان عنده لوزين تاع سلاح. كنتوا تعرفوا بلي عنده لوزين تاع سلاح في ذيك الفترة؟ ها؟ كنت تعرف في ذيك الفترة بلي عنده لوزين تاع سلاح؟ كنت على بالك بلي عنده لوزين تاع سلاح؟ حتى تلاقيت وياه من قبل ما كنتش على بالي أنا، حتى تلاقيت وياه. أما لا هو كل بذاك الوقت يواسي الجنود ساعة يحتاج الجنود ولا ذاك يجيبوهم، يروح في مثل ذاك يجيبوهم. أما أنا جاليا قال لي ولدي ها كيفاه وكيفاه. قلت له ما على باليش. قال لي باش تروح معايا لكازابلانكا اللوزين نتاعي هذيك. ما لا مشى هو في هذيك مع القادة ثم نتاع الجيش وهذيك، ما على باليش كيفاه دار هذاك. المهم من ثم مشينا للدار البيضاء. الدار البيضاء أنا خدمه في السلاح، في اللوزين نتاع السلاح هذا. هذه الميزة نتاعه، هو عنده واحد الميزة السر، حياته طول هو عايش في السر، ما يتحبش باش في حوايج هكذا يظهر حوايج لا كلونديسينيتي كيما نقولوا حنا، يعني عايش في السر. انسان كيما قلت عنده واحد الذكاء خارق العاده. يعني في الحقيقه الناس اللي يعرفوا تربوا معاه، احنا على كل حال احنا تلاقينا وياه هو على بالك هو اكثر مني. انا ما عشت مع السنين هذو اللي تاع فيها شغل برك قبل ما نعرفه هكذا، بصح ما عشت معاه ولا حاجه. اللي قلت لك عنده ذكاء خارق العاده، انسان يتحذر بزاف، ما عندوش باش يقولوا ما يرميش حتى فيه باش يقولوا. ومام هذا دوك اللوزين تاعو في الدار البيضاء تلمو السر اللي عنده هذيك. مغاربه يسكنوا سامينا ما على بالناش هذا الشيء، هذا اللوزين هذا واش فيه ولا واش هذاك. وكانوا جماعه يجيو ثما، كانوا على كل حال كيما بومديه كيما بوتفليقه كيما الجماعات كيما فرحات عباس كيما جماعات
يجيو ما يخدموش تما. الأعمال البطولية عديدة سرية منها وظاهرة. منها ما ذكرها السيد وزير الداخلية دحوت قبلية رئيس جمعية المالك في الذكرى 21 لرحيل مسعود زقار، حيث أدلى بتصريح أشاد فيه بدور الرجل في شراء تجهيزات الاتصال المستعمل من طرف الأمريكيين في قاعدة بالمغرب، وهو عبارة عن وسائل بث إذاعي بحري هربت من منطقة الناظور واستعملت لإذاعة صوت الجزائر، وذلك في 16 ديسمبر 1956. هي أصل تاع الإذاعة هذه كانت في لاباس تاع الأمريكان في الدار البيضاء. هي ميتر كبير. من الأمريكان بعد في جويهة 59. حضرت الوفاة تاع مسعود؟ أنا حاضر، أنا ثم، أنا قدام العجوز، أنا قاعد أنا والعجوز هكذا، والسركي قاعد قدامنا وأنا قاعد مع العجوز، أمو تعرفني مليح. ما لو قاعدين ثم هكذا ويحكي لي العجوز كيف وهي حكت لنا، قالت لي شوف، قالت لي العشية جينا نديروا العشاء، قال لنا مسعود ما ديروش العشاء، العشية نتعشاو في الريستوران. قال لأخواتاتو العجوز قال لها ناكلوا في الريستوران ما نديروش العشاء. قالت له معليش يا وليدي، قالت له مالك يقرب العشاء دزنا الشيفور يجي يدينا. قال دزنا الشيفور يجي جانا، هذه من فم امك يا اخي والله يرحمهم في زوج. قالت لك رحنا نتعشى وتعشينا في الريستوران، خلصنا العشاء قالنا روحوا تروحوا انتم، انا من بعد اني نلحق. قالت لك عييت فيها وليدي، يا روحوا كل مع بعض، لا تقعد هنايا نمشطنا نقول لها عشاء يا روح. قالت لك ما قعدنا شويه، ما كانش نص ساعه جانا الخبر مسعود مات. بوتفليقه مساميني، طالب البراهيم مساميني، صلينا مع بعض. هذا غاشي وهذا جا من العالم، جا من زيرة قلبت، أنا زيرة قلبت العلم كل ما يجديش مسعود، مسعود الشعب كل يجدي. لكن التاريخ يأبى أن نقزمه. قد نستحي من فعلتنا ونقول بتعبير مقدس، ونقول وبكل بساطة إنه عظيم، إنه عظيم بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني الإجلال والتقدير. نقول ذلك من باب إحقاق الحق، فالرجل في ذمة الله ولا نريد جزاء ولا شكورا. ولو أنه بيننا لزرعنا على صدره نياشين العزة والكرامة. وبكل بساطة مرة أخرى نطلب منك يا مسعود زقار المعذرة.